ازيكم يا بنات ويا ستات، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ طبعا عايزه اقول لكم بقى النهارده هنعمل مع بعض روتين كده في المطبخ، واقول لكم بقى ان ايه ازاي تخلي المطبخ بتاعك على طول نظيف ومترتب، وما تحتاجيش ان انتي كل فتره تقلبيه يبقى فيه كركبه كتير وحاجات متراكمه ودهون متراكمه على الحاجه، وشكله يعني يوصل لدرجه ان انتي تبقي متضايقه من شكله. علشان لما تيجي مثلا لو هو تقلبيه بقى قلبه جامده، اللي هو تنظيف من جوه ومن بره كده، اللي هي تنظيفات كل شهر، او تنظيف العيد، او تنظيف الشتاء والصيف. دخلت الشتاء واحنا ما فيش شتاء وصيف، دي احنا بنعمل كل شهر اللي هي القلبة المطبخ الجامدة ديت. بس عشان لما تيجي تعمليها، وطبعا بتشوفي ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود، ايه اللي محتاجاه وايه اللي مش محتاجاه، يعني علشان ترميه، او ايه اللي ملوش لازمة فبتنقلي مكانه. فلما تيجي تعملي التنظيفة دي ما تبقاش متعبة بالنسبة لك. اهم حاجه ان انتي ما تسيبيش حاجه تتراكم. يعني مثلا هنا البوتاجاز، انا البوتاجاز بحب اغسله اول باول، هو نظيف، هو انتوا شايفينه نظيف، ما فيش غير شويه الرده بس اللي هما مكان سخنا عيش على العين بتاعه البوتاجاز كده. فبحب انا المعه وانضفه كده، عشان لو في اي اتربه حتى جات عليه ما تعملش بعد كده مع الدهون، بتعمل شكل مش حلو. وعشان انا كمان ما كسلش عليه، هنا عملته كده بسرعه بالليفه بتاعه البوتاجاز يعني، ورحت عملته بالحته فيها ميه، وبعد كده لمعته بحته ناشفه، واحط الحمالات زي ما كان، ومفيش اي مشكله. بيبقى البوتاجاز بتاعك نضيف دايما، وما تحسيش ان انت متضايقه. حتى لو لسه هتبتدي تعملي الاكل، خلي من اولوياتك ان انت على طول البوتاجاز لازم يبقى نضيف. حتى لو هتطبخي وهيتبهدل وانت بتطبخي، لا اعمليه، ولما بعد ما تخلصي تنظيفته هتبقى سهله جدا. انما لو سبتي عليه حاجات بسيطه، حاجات بسيطه مع اللي هيحصل وانت بتعملي الاكل هيبقى اكتر، فهتبقى مش حلوه. هنا بقى الرخامة، ودي أهم مكان لازم يبقى نضيف. البرطمانات بتاعة التوابل والسكر والحاجات دي، أول بأول لازم تلمعيها كده. مش هقولك كل يوم، حتى لو يوم ويوم، بس بفوطة كده تكون لينة، وتروحي ماشية عليهم كلهم كده، وعلى الاستندات بتاعتهم، على اللي هي الحوامل اللي زي كده، أي حاجة موجودة عندك على الرخامة تلمعيها وتشيلي من عليها التراب. لو فيها أي دهون هتتشال معاكي بسرعة لو انت بتعمليها يوم ويوم، او كل يوم. حتى لو انت فاضية يعني كده بتتسلي في المطبخ، مثلا بتعملي اكل وفي حاجة مستنياها تستوي او كده، وانت لسه مش هتخرجي بره يعني، فتلمعي وانت واقفة، هتلاقي كل حاجتك نظيفة، ومش مش هتحتاج منك ان انت تلمعي كتير. يعني انتوا بصوا هتلاقوني بمسح الحاجة اللي هي عليها يدوب حاجات بسيطة لا تذكر، بس فعلا بتفرق جدا في نظافة المطبخ. كل ما تدخلي المطبخ بتاعك هتلاقيه نظيف، نفسيتك نفسها تبقى مرتاحة. انما لما بتخشي وتلاقي الحاجة عليها دهون ومتراكم عليها التراب والحاجات دي كلها، بيخليك انت متضايقة ونفسيا فعلا مش عارفة، يعني مش عارفة ابتدي منين، ابتدي من هنا ولا من هنا. يعني هو شغل المطبخ ما بيخلصش، والتنظيف والتلميع ده لازم يوميا. من على الوش كده مش هتلاقي نفسك في حاجات متراكمة عليكي، فاهمة قصدي؟ وعايزه اقولك كمان احلى حاجه بتعمليها وانتي بتشغلي وقتك، يعني وانتي بتلمعي وبتنضفي وكده، اذكري الله على طول وصلي على النبي. استغفري، لا اله الا الله، الله اكبر، سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله، استغفر الله العظيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اي اذكار تقوليها وتسابيح وكل الحاجات، الكلام دوت بيديكي طاقه ايجابيه، وبيخلي الحاجه معاكي تخلص بسرعه، وبيخلي وقتك فيه بركه، وبيديكي الصحه طبعا. يعني مش بيخلي الوقت فعلا بالنسبة لك مسلي، وكمان بتاخدي ثواب. هنا طبعا برضو العجان عليه عفار او اي حاجة، بروح ممشية الفوطة عليه. حتى لو انا شايفاه يا دوب حاجة بسيطة، لا ألمعه. الحاجات دي كلها لما بنسيبها او بننسى يعني، بنقول هو شكله نظيف، لو سبتيه يومين بس هتروحي هتلاقي عليه عفار كتير، لان كده كده الجو فيه تراب يعني. وكمان احلى حاجة في الشتاء بالنسبة لنا الحركة. هو الجو النهاردة حلو يعني، مش برد، بس حتى لو الجو برد انا بحب اعمل الحاجات دي. انا بحس ان انا لما بتحرك كتير بدفى بصراحة. واحلى حاجة ليا بدل القعدة، انا لما بقعد بتعب بزيادة. هنا بقى عايزة اقول لكم الرخامة دي على طول يعني بيبقى عليها، عارفين انتوا بقى احنا بنحب نركن حاجات كتير كده، بس انا على قد ما اقدر بحاول ان انا اعمل كنترول. يعني هتلاقوا في ازازة دواء، المعطر، زيت بتاع الشعر مثلا، الخلطة اللي بعملها احطها على جنب. لسه هشوف بقى، عايزه اشوف اماكن للحاجات دي احطها فيها، علشان انا بحب افضي الرخامه دي قوي. هنا حاطه الكنكات زي ما انتم شايفين، بلمع برضو مكانهم. وعايزه اقول لكم الستيكر ده، يعني انا جبته وجربته، هو كان حلو مش وحش، بس لما اتقطع وكده لا، حسيته ان هو مش عملي، ومخلي الرخامه شكلها مش لطيف. لا هي وبلونها العادي الاولاني كان احلى، او يمكن الخامه مش عارفه بصراحه، او يمكن انا اللي اتعاملت معاه يعني بطريقه عنيفه شويه في التنظيف او كده، فاتقطع منه حتت يعني. طبعا هنا كل ما انت في المطبخ وبتفتحي التلاجة هتلاقي حلل، يعني فتحت التلاجة لقيت الحله دي فيها شويه رز، مش عارفه ليه كنت شايلاهم،
بس عارفين انتوا اللي هو ايه، انا هشيلك دلوقتي وبعد يومين هرميكي، هرمي الاكل اللي فيكي، هو ده العادي بتاعنا يعني. كان فيها شوية رز حطيتهم في كيس وبعد كده غسلتها واحطها على جنب بقى. وعايزه اقول لكم بقى المواعين دي اللي انا بسيبها على الرخامه، انا بعد ما اغسل كل حاجه بحب ان انا بعد ما يتصفوا اشيلهم، مش بحب ان انا اسيبهم لتاني يوم او اسيبهم اقول ان انا هستخدم منهم كده كده هعمل فيهم الاكل، لا خالص. انا بحب اشيل المواعين في مكانها علشان الرخامه تبقى رايقه وفاضيه كده قدامي، لو هعمل اكل واعرف اسند حاجه، لو جبت حاجات خضار هرتبه اي حاجه اعرف اسنده الاقي مكان فاضي. الزحمه في المطبخ وعلى الرخام كمان ما بتبقاش حلوه، ما بتبقاش لطيفه خالص، بتحسسك بالخنقه. بصراحه انا عن نفسي بحس بالخنقه لو المنظر ده هيفضل كده قدامي على طول، هبقى مخنوقه واحس ان انا مش، يعني الحاجه دي كانها بتخنقني انا يعني. ف... فبحب اشيلهم زي ما قلت لكم. وطول ما المطبخ رايق ونضيف كده انت نفسيا بتبقي مبسوطه وحاسه ان البيت كله نضيف. هنا اسرع مكرونه بقى، كانوا ولادي عايزين مكرونه سباكيتي يعني، فقلت اعمل لهم اسرع مكرونه بعملها يعني. هنا المكرونه اللي هي المبكبكه بس بطريقتي انا، هي المفروض المبكبكه بتتعمل بلحمه او فراخ، والمكرونه اللي هي الصغيره دي لا انا عملت بعملها لهم بالسباكيتي، يعني هم بيحبوا السباكيتي اكتر. حمرت التوم وحطيت مكعبين ماجي، وهم عملتها لهم بالصلصة يعني، ما عملتهاش بقوطة. كان عندي نص برطمان صلصة كده او اقل شوية، حطيت عليه مية وحطيته، وبعد كده هسيبها طبعا لحد ما تغلي واحط المكرونة الاسباجيتي. واول ما تستوي يعني بروح طافي عليها النار واهوي الغطا شوية علشان ما تعجنش مني. فدي بالنسبة لي اسرع مكرونة لو ولادي عايزين ياكلوا مكرونة سريعة وانا بعمل حاجات كتير ومش قادرة ان انا اقف كتير اعمل حاجة او مشغولة في حاجات تانية يعني، فدي بالنسبة لي بتبقى اسرع حاجة بعملها. وعملت لهم جنبها طبعا طبق سلطة. عايزة اقول لكم طبق السلطة من اهم الحاجات اللي لازم نعملها جنب الاكل، حتى لو حاجات بسيطة يعني. لو هنعمل خيار وقوط، انا كنت عاملة فيديو قبل كده شورتس يعني صغير لو حد كان شافه، او مش عارفة انا نزلته ولا لسه. ان السلطة اهم حاجة، فاي حاجة عندك في التلاجة تنفع سلطة اعمليها طبق سلطة جنب الاكل، مفيدة جدا للولاد وليكي ولجوزك، ويعني هي اهم طبق لازم يبقى موجود على السفرة يعني السلطة. فمش لازم يبقى في حاجات كتير للسلطة، لا عادي ممكن قوطة وخيار، قوطة وخيار وجزر، اي خضرة عندك تمام. هنا كان عندي يعني قوطة وخيار وجزر وبصل اخضر، ما لقيتش بقدونس او شبت، قلت مش مشكلة يعني. بشرت الجزر طبعا عشان هو في البشر احسن من التقطيع يعني وكده، وهسيبه على جنب بقى الوقت الايه الاكل احط عليه الليمون، وهحط عليه كمان الملح والكمون يعني. فعايزه اقول لكم ان دي اهم حاجه يعني. هنا الصلصه بتاعتنا كانت غليت، هحط لها التوابل ملح وفلفل وكمون وكزبره. الملح ما بزودش قوي، اشوف طعمه الاول عشان كنت حاطه مكعبين ماجي، فلو الملح بتاعهم مظبوط تمام ومش مظبوط بزود شويه ايه، شوية ملح تاني يعني. وبعد كده بكسر المكرونة. هي المفروض المكرونة السباكيتي ما تتكسرش، بس احنا طبعا اتعودنا ان احنا بنكسرها، وكمان عشان الاطفال يقدروا ان هم ياكلوها بسهولة. واحطها وافضل اقلبها كده بالمساكة شوية يعني لحد ما احس ان هي ايه كلها اتغلفت بالصلصة يعني اللي احنا عاملينها دي، عشان ما تعجنش في بعضها وما سيبهاش كتير علشان ما تمسكش في بعض وبرضه تعجن. وبعد كده بقى ايه بطفي عليها النار وبسيبها على جنب بقى لحد ما لو هياكلوا بقدم لهم منها، لو مش هياكلوا خلاص. بس المهم اللي كنت عايزه اقوله لكم النهارده في الفيديو ان اهم حاجه ان انت تهتمي بتلميع المطبخ وبكل حاجه فيه علشان ما تتعبيش نفسك بعد كده. باي باي.